مرحبا أحبائي، كيفكن؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم مطبخ أم رزقار، أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أسوي محشي ملفوف على طريقتي أنا، وهلا خلونا نشوف المقادير. دول هن كل المقادير. راح نستخدم معجون طماطم اللي هو دبس بندورة ودبس فليفلة، زيت زيتون، قدر كيلين ملفوف، 3 كاسات رز حبة قصيرة، عندي بصلة، راس توم، بقدونس، نعناع، نص كيلو لحمة مفرومة، وعندي كمان لحم بعظمه شي نص كيلو، 7 بهارات، فلفل أسود، حمض الليمون، ملح، نعناع. هدول هن كليات المقادير. وراح أجيب بيركس راح أحط بقلب اللحمة، والسبع بهارات معلقة كبيرة، والفلفل الأسود نص معلقة، والحمض الليمون معلقة، والملح كمان معلقة. وراح أحط قدر شي نص كاسة زيت الزيتون، وكمان هون الثوم والبصل والبقدونس والنعناع أنا ضربتهم بالمكسر. راح أحط فوق الخليط مع بعضهم. راح أحط قدر شي معلقة لمعلقتين دبس بندورة، حطيت دبس كمان فليفلة قدر شي معلقة. أنا بعد ما بخلط الخليط كتير منيح شفت قليل قد بعدين حطيت 7 بهارات نص معلقة كمان، والبهارات كلياتها نص بنص حطيت، رجعت 7 بهارات والفلفل الأسود والحمض الليمون. وهلأ بسلقها وبرجع لكم أحبائي. وهلأ بعد ما خلصتها راح أقطعهم قدام محل وحدة وحدة وأرجع إلى كذا طريقة تنطبخ. يعني كمان إنه هي نحن طريقتنا نحن الكراد، أهل عفرين بيعملوا هي الطريقة كمان كتير طيبة، وبتمنى تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم. وكمان أنا بطبخ إن شاء الله أيام جاي راح أسوي لكم كل الأنواع الملفوف اللي بتنطبخ. كمان المرقة البيضة كمان تطلع طيبة وهذا، بس طبعا كل شيء له نكهته، كل طريقة الطبخة لها نكهتها خاصة. والله هون بعد أنا حطيت مي مغلية بقلب الطنجرة وخليت المي تغلي على السوا، وحطيت قدر معلقتين كبار معجون طماطم اللي هو دبس بندورة، وحطيت معلقة 7 بهارات وشوي فلفل أسود وملح. هلا بس تغلي المي بضيف المي فوق الملفوف. وهون أنا حطيت على نار متوسط ولمدة ساعة و45 دقيقة أخذ معي. ولهون بينتهي الفيديو تبعنا أحبائي، بتمنى تنال إعجابكم. لا تنسوني باللايك وبالشير، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير وسلام.